فيديو النهارده مخصوص بناء على طلب صديقنا فوكس اكاديمي، وسالنا مين افضل الكيا سبورتاج موديل 2024 ولا هافال اتش 6 موديل 2024. فالنهارده هنعمل مقارنه شامله بينهم ونشوف مين فيهم احسن. واول حاجه بنبتدي بيها وهي العمليه والمساحه. الاتنين عربيات اس يو في من نفس الفئه. الكيا سبورتاج بعتبرها جوكر عربيات الاس يو في في مصر، واختها التوسان برضو نفس الكلام. بتوفر مساحات داخليه كويسه جدا سواء للركاب او لو عايز تحط حاجات في الشنطه، فانت عندك شنطه محترمه مساحتها 543 لتر. هافال اتش 6 بقى لقيتها فجأة منتشرة جدا في السوق المصري. هي مش وحشة، بالعكس بتقدم قيمة مقابل سعر كويسة جدا، وبرضه بتقدم مساحات واسعة. ولكن هنا بقى شنطة هافال اتش 6 أكبر من السبورتاج ومساحتها 600 لتر، والماتيريال كويسة جدا من جوه. فهنا الهافال هتاخد بوينت عشان مساحة شنطتها أكبر، ولكن في المساحات الداخلية للركاب والراحة هم متساويين، يمكن السبورتاج معلية عليها كمان. تاني حاجة هنتكلم فيها وهي الرفاهية والتكنولوجيا. السبورتاج بتيجي بشاشة 12.3 بوصة، بتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وكاميرات 360 درجة، وفيها أنظمة أمان وحساسات ركن. والصراحة الصانع الكوري ما بخلش عليها في التكنولوجيا، وطبعا التكييف الكوري اللي مش محتاج اتكلم عنه كتير. الهافال الاتش 6 بتيجي بتكنولوجيا كويسه جدا، وفيها شاشه 12.3 بوصه، بتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وبرضه فيها كاميرات 360 درجه ونفس انظمه الامان تقريبا. لكن المختلف هنا ان فيها ادابتيف كروز كنترول. الاتنين قريبين من بعض جدا، ولكن البوينت هتتحسب للسبورتاج لان التكييف فيها احسن والتكنولوجيا فيها متطوره اكتر وسلسه. من حيث الاداء، كيا سبورتاج بتيجي في مصر بموتور 1600 سي سي تيربو، بيطلع 180 حصان و265 نيوتن متر من التورك، مع فتيس دي سي تي اوتوماتيك من 7 سرعات. الهافال اتش 6 بتيجي بموتور 1500 سي سي تيربو، بيطلع 169 حصان و285 نيوتن متر من التورك، مع فتيس دي سي تي اوتوماتيك من 7 سرعات. هنا السبورتاج القدرة الحصانية بتاعتها أكبر، ولكن عزم الهافال اتش 6 أكتر من السبورتاج. هي فروقات بسيطة، بس الأداء الفعلي على الطريق هتلاقي السبورتاج أسرع وأثبت عن الهافال الاتش 6، وهنا البوينت هتروح للسبورتاج طبعا. رابع حاجة وهي استهلاك البنزين والصيانة وقطع الغيار. كيا سبورتاج بتستهلك حوالي 6.6 لتر لكل 100 كيلو، والصيانة بتاعتها متوفرة في كل حتة لأن كيا ليها اسم كبير في مصر ومنتشرة أكتر. الهافال الاتش 6 استهلاكها للبنزين حوالي 7.4 لتر لكل 100 كيلو، وقطع الغيار يعني بدأت تنتشر شوية، بس لسه مش زي الكيا طبعا، والصيانة بتاعتها كمان مش أي حد بيفهم فيها. ودي نقطة تتحسب للسبورتاج لأنها أوفر في البنزين وأريح في موضوع الصيانة وقطع الغيار. خامس حاجة وهي إعادة البيع، وهنا طبعا عارفين البوينت هتروح لمين من غير ما اتكلم. طبعا إعادة البيع للكيا سبورتاج أحسن بكتير من إعادة البيع للهافال الاتش 6، وكمان الكيا سبورتاج ماسكة سعر كويس في السوق المصري، فالبوينت هتكون من نصيب السبورتاج طبعا. سادس حاجة وهي السعر. سعر السبورتاج بيبتدي من 2 مليون ل 2.6 مليون جنيه، أما سعر الهافال الاتش 6 بيبتدي من 1,200,000 ل 1,600,000 جنيه. هنا السعر بيختلف على حسب العربية مستعملة ولا زيرو أو الفئة الكام. هنا الهافال أرخص بفرق كبير عن السبورتاج، بس الفكرة هنا إن السبورتاج بتتفوق عنها بفرق ملحوظ. يعني ممكن لو الفرق بسيط كنت هقول لك لا كده الهافال تكسب، ولكن برضو السوق بيحكمنا، والهافال أرخص من السبورتاج بحوالي 500,000 جنيه، فالبوينت برضو هتروح للهافال. نيجي للخلاصة. لو بتدور على انك تركب عربية زيرو بسعر قليل ومعقول، وفي نفس الوقت هتاخد امكانيات وتجربة كويسة ومساحة شنطة اكبر، الهافال اتش 6 هتكون اختيارك. لكن لو عايز عربية اداء اقوى واثبت على الطريق وقطع غيار متوفرة والصيانة اسهل وكمان عربية معروفة في السوق، فكيا سبورتاج هتكون انسب ليك. وبجد انا مش عايز حد يقول لي انت منحاز ضد العربيات الصيني، لان بجد انا عملت مقارنة عادلة بينهم وبينت مميزات وعيوب كل واحدة فيهم. وبس كده، لو الفيديو عجبك دوس لايك وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني عشان تشوف كل جديد، واقترح عليا مقارنات بين عربيات لو عايزين. وبس كده، سلام عليكم.